اللي بيحصل في البحر المتوسط دلوقتي عمره ما حصل قبل كده في تاريخ البشريه، ودرجه الحراره وصلت ل 30 درجه مئويه. في براكين تحت البحر ممكن تمسح سواحل كامله، بس هل هو ده اللي بيحصل دلوقتي؟ والسؤال الاهم ازاي وليه واشمعنى الكلام ده مش بيتقال على البحر الاحمر برضه رغم ان تحته براكين نشطه ومرتفع في درجه حرارته هو كمان؟ تعالوا نفهم ايه اللي بيحصل. انا دكتوره هند السرفي ودي قصه النهارده. اولا، ايه الاسباب الحقيقيه لارتفاع حراره البحر المتوسط؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده تعالى نتفق على كام حاجه كده. البحر المتوسط بيعتبر اسرع بحر بيسخن في العالم اصلا. ليه؟ لانه شبه مغلق ومفيش تبادل حراري كافي مع المحيطات، وممره الوحيد هو مضيق جبل طارق ومساحته صغيره وكمان عمقه اقل ونسبه ملوحته اعلى، فبتحتفظ بالحراره بشكل اكبر. كمان بيتعرض لشمس وموجات حر قويه جدا لانه في منطقه مناخيه دافئه، والتيارات فيه اضعف من غيره. والبحر المتوسط جزء من هات سبوت عالمي بيعرف باسم الميديترينيان كلايمت تشينج هات سبوت، وده واحد من اسرع مناطق العالم تاثرا بالتغير المناخي حسب تقرير الاي بي سي سي. طب هل في بركان تحت البحر هو السبب؟ في فعلا نشاط بركاني تحت البحر المتوسط، وعايزه اقول لك ان في 5 براكين كمان مش بركان واحد، ومنهم واحد مصنف من اخطر البراكين في العالم، بل ان انفجار واحد منهم ممكن يسبب تسونامي وقديما دمر حضارات. يعني احنا في كارثه. هقول لك استنى وهتوصل للتفسير بنفسك. في ناس بتقول ان السبب في ارتفاع الحراره براكين، وناس بتقول تغير مناخ، بس الاكيد ان الموضوع بالنسبه للوكالات العالميه والدول مش متروك للتكهن. تعال نشوف التقارير بتقول ايه. اول سبب نناقشه هو تغير المناخ. غازات زي ثاني اكسيد الكربون والميثان بتحتفظ بالحراره في الجو، وفي مارس 2025 الولايات المتحده طلعت تقرير قالتها بصراحه ان الكوكب دخل مرحله اللا عوده حتى لو وقفنا التلوث فورا. ومن نتائج التقرير ده ان تركيز ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي بلغ اعلى مستوياته في 800 الف سنه اللي فاتوا، وده سجل ارتفاع في درجات حراره المحيطات غير مسبوقه. طب حته كده على جنب، العدوان الاسرائيلي من 2023 لحد دلوقتي نتج عنه 1.9 مليون طن من غاز ثاني اكسيد الكربون، وغازات بتسبب احتباس حراري اكتر من تاثير 20 دوله مجتمعين مع بعض. يعني تخيل حرب واحده اطلقت غازات تساوي 20 دوله. مش هكلمك بقى عن تاثير الصناعه وحرق الوقود وازاله الغابات والاحتباس الحراري، كلها اسباب قتلت بحثا. طيب بدايه التغيير المناخي ده من امتى؟ من بدايه الثوره الصناعيه، وبدا معدل التغيير يزيد بشكل كبير، وده بسبب الانسان، لدرجه ان العلماء سموا العصر اللي احنا فيه ده بالانثروبوسين، عصر الانسان، لاننا بقينا بنأثر على مناخ الكوكب نفسه بالكامل. طب البراكين بقى، خلينا ندخل على الكارثه والسبب الاهم. ال5 براكين اللي تحت دول وضعهم ايه، وازاي بيتم التفريق بين ارتفاع درجه حراره البحر الناتجه نتيجه للمناخ او بسبب البراكين؟ بيعتمدوا في قياسات تاثير المناخ على 3 حاجات: قياسات السطح اللي هي السكان اس اس تي والسب سكان اس اس تي. العلماء بيستخدموا اقمار صناعيه حراريه واجهزه في الميه علشان يقيسوا درجه حراره الطبقه السطحيه للميه والطبقه اللي تحت السكان لاير. دول بيتاثروا اكتر بالعوامل الجويه المؤقته زي الرياح، الشمس، التبخر، وساعات بيستخدموا البالك اس اس تي عن طريق اجهزه علشان يتاكدوا من نتيجه القياسات دي كنقطه مرجعيه ليهم. توصل عمقها لمتر او اكتر، وكمان الاختلاف الزمني بين النهار والليل اللي هو الدايورنال سايكل بيساعدهم يحددوا هل الحراره سببها الشمس ولا في نار جايه من تحت. كمان بيبقى عندهم بيانات بدرجه اعمق اللي هي اجهزه دقيقه تحت البحر، ودي بتاكد الصوره كامله، ودي بتبقى زي عوامات الارجو، ودي عباره عن الاف العوامات المنتشره في البحار والمحيطات منها المتوسط، وبتقيس الحراره من السطح وحتى عمق 2000 متر. بتغوص وبتطفو وبتبعت البيانات بالاقمار الصناعيه، وفي بيقيس على اعماق اكبر من كده، لكنها مش مؤثره قوي في حساب تاثير المناخ. عندنا كمان المجسات اللي على السفن ومحطات السواحل بتقيس درجه الحراره والملوحه والتيارات، كل ده بيستخدموه عشان يطلعوا بيانات موثوقه جدا عن تاثير المناخ على درجه حراره الميه. يعني انا دلوقتي قست درجه حراره السطح وتحت السطح بشويه وحتى عمق 2000 متر، وفرق بين الليل والنهار في وجود الشمس. طب بالنسبه لنشاط البراكين اللي تحت البحر بيعتمدوا على عده قياسات برضه، زي ان هم بيحطوا مجسات زلازل تحت البحر اللي هي الاو بي اس، بتستخدم عشان يقيسوا عدد الزلازل وشدتها وعمقها وعلاقتها بالبركان اللي موجود، ولو زادت الزلازل تحت البركان يبقى بيساوي احتمال انفجار قريب. كمان الغازات البركانيه، البراكين بتطلق غازات زي ثاني اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكبريت والميثان، فبيبقى موجود اجهزه لرصد الغازات دي تحت البحر او على السفن، بترصد تركيز الغازات الخارجه من قاع البحر ومدى زيادتها عن الطبيعي. وده بيعني ايه؟ بيعني ان زياده مفاجئه بيساوي احتمال نشاط بركاني. كمان درجه حراره قاع البحر، عندنا اجهزه لقياس حراره الميه الخارجه من الفتحات الحراريه الموجوده في قاع البحر، او صور اقمار صناعيه للميه القريبه من البركان، وزياده الحراره في نقاط معينه بتعني نشاط بركاني تحتها. من التضاريس والتغير في شكل القاع، عندنا اجهزه على الغواصات او السفن بترسم خريطه 3D دقيقه جدا لقاع البحر، وبيقدروا يشوفوا لو حصلت اي تشققات جديده او تضخم في البركان. اي تغيير في شكل الارض بيساوي علامه واضحه على نشاط بركاني. خامس حاجه، عندنا القياسات الكيميائيه للميه. احيانا الميه حوالين البركان بتتغير كيميائيا، احيانا الحموضه بتبقى اعلى وتركيز معادن
معادن معينه بيختلف، بياخدوا عينات من الميه دي وبيحللوها. كمان عندنا الكاميرات والغواصات الآلية، بيستخدموا غواصات روبوتيه فيها كاميرات ومجسات حراريه وكيميائيه بتصور الحمم البركانيه او الفتحات او الابخره في الاعماق. الغواصات دي استخدموا منها مؤخرا لرصد براكين تحت البحر المتوسط. يعني انا دلوقتي بشوف تاثير البركان من حيث الزلازل والغازات المنبعثه وتغير شكل القاع والتركيب الكيميائي للميه وتغير درجه حراره الميه بالكامل، وناتج البيانات دي من العمليتين دول للمناخ وللبركان بيقدر يحدد لي بدقه سبب ارتفاع درجه الحراره لاي بحر او محيط في الكوكب، ومش هقول لك البحر المتوسط بس. طب نرجع لسؤال الحلقه، هل في نشاط بركاني تحت البحر المتوسط؟ ايوه في نشاط بركاني، لكن مش مؤثر على درجه حراره البحر المتوسط حاليا، واللي سببها الرئيسي والوحيد هو المناخ، والتقارير هي اللي بتقول كده. طب ازاي في نشاط ومش مؤثر؟ وده لاننا لازم نفهم كلمه نشاط بركاني. مش معنى ان بركان نشط انه بيطلع حمم بركانيه، وهو ممكن يكون نشط بس نشاطه ده متمثل فيه زلازل، انبعاث غازات، صدوع في قاع البحر، انبعاث حراري بسيط غير مؤثر، لكن لم يحدث اي انفجار، بالتالي مفيش حمم بركانيه، وبالتالي مفيش تاثير يذكر على ارتفاع في درجه حراره الميه سببها البراكين. مفيش تسونامي مثلا، وده اللي رصداه كل الوكالات العالميه والدول اللي بتراقب تغير درجات حراره البحار والمحيطات، بما فيهم البحر المتوسط ونشاط البراكين الموجوده في الاعماق بكل دقه. لان ببساطه كل الدول المطله على البحار والمحيطات دي هتتاثر بشكل مباشر باي حدث مفاجئ، مش لوحدنا. والخلاصه ان السبب الرئيسي لارتفاع درجه حراره البحر المتوسط هو تغير المناخ فقط، اما النشاط البركاني تحت البحر المتوسط في تصاعد وهبوط، لكن ملوش اي تاثير في تغير درجه الحراره لحد دلوقتي. وكمان هو بيراقب باستمرار لانه بيسجل نشاط ملحوظ على هيئه زلازل او غازات منبعثه في بعض الاوقات. بس لسه في سؤال مهم ما جاوبناش عليه، ليه البحر الاحمر اللي تحته براكين نشطه وحرارته عاليه برضه محدش بيتكلم عنه؟ سيبوا لي رايكم في الكومنتات، وده اللي هنتكلم عنه في الحلقه الجايه. وبس كده.